السلام عليكم، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في العيش الفينو الجميل ده مع كوباية الشاي كده وسندوتش الجبنة او سندوتش البيض الصبح لولادنا للمدارس؟ ان شاء الله نخش كده على الفيديو مع العيش القمر الفينو الجميل ده، هو بأقل التكاليف. بنص بس كيلو دقيق ب10 جنيه هتعملي حوالي 40 رغيف فينو زي ما انتم شايفين كده. مش هقول لكم على الطعم وعلى ريحته، وبص الفراغ اللي فيه هش وجميل جدا. ان شاء الله نخش على الفيديو مع بعض ونسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني موفر جدا جدا. بصي 40 رغيف، رغيف بجنيه ونص. يعني بسم الله ما شاء الله هيوفر لك كتير جدا. ان شاء الله نخش مع بعض على الفيديو ونشوف عملنا العيش الجميل باقل التكاليف. نص كيلو بس هيملى لك البيت، غير امال لو عملتي بقى كيلو دقيق بصراحة ربنا هتحطيه بقى في الفريزر وتخلي تاخدي بس ايه حبة بحبة على قد ولادك الصبح الفطار او على قد فطارك، مع كوباية شاي، مع كوباية شاي بحليب، مع كوباية قهوة كده حلوة، مع سندوتش جبنة. هتبقى روعة روعة روعة. ان شاء الله نخش مع بعض على الفيديو ونشوف بقى ايه الطريقة السهلة بتاعت تيتا روكا ان شاء الله في عمل العيش الفينو. جميل والله وموفر جدا وما بياخدش منك وقت خالص. ان شاء الله نخش مع بعضنا ونشوف عملنا العيش الجميل ده ازاي. يلا بقى يا بنات نخش بقى على الفيديو ونبدأ نجهز حاجتنا. نجهز دقيقنا وخميرتنا وحاجات بسيطة جدا، ونعمل بقى العيش ده مع بعض ونشوف عملناه ازاي بطريقة بسيطة وسهلة جدا، ومش هتضيع وقتك ومش هتاخدي وقت كبير جدا فيه، وبسيط جدا. وحتى يعني مسافة ساعة تكوني مخلصاه وعاملاه أو نص ساعة كمان. يلا بينا نبدأ ونصلي على الرسول، نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا نبدأ في الخطوات إن شاء الله. أول حاجة حبايبي بنعملها هنحط نص كوباية مية. تمام كده. هنحط عليهم معلقتين سكر على طول كده، على طول نشتغل فيهم سهلين على طول. وهنحط ايه معاهم كيس الخميره الفوريه بتاعتنا. عندك خميره بلدي حطيها، تحطي قطعه على قد عين الجمل. مفيش يبقى الخميره الفوريه بتاعتنا سهله وعلى طول هنعملها. والميه تكون دافيه طبعا انتوا عارفين. هنبدا بقى نقلب ده كله مع بعضه. تمام كده. قلبي السكر كويس جدا مع الخميره. وبعد كده انا حطيته ببطرمان على اساس اعرف احكمه كويس واقفله. وبعد كده ايه نبدا نشتغل في الخطوه اللي بعدها. زي ما انتم شايفين كده قلبت الخميره مع السكر مع الميه الدافيه. طبعا في الشتاء محتاج يكون الميه دافيه، في الصيف مش مشكله. تمام كده. بعد كده جهزت بقى الطبق بتاعي وجهزت دقيقي. حطيت هنا ايه النص كيلو دقيقه اهوت. عايز تعملي كيلو اعملي. انا طلعت حوالي 20 رغيف من النص كيلو، وهتشوفوهم حالا ان شاء الله بعد ايه ما بيطلعوا من الفرن. كده خلصت كده الايه لازم تخلخلي الدقيق عشان ايه تطلعي منه الهواء. ده كده كيلو دقيق، ده انا نسيت لاني مسجلاه بعد ما عملت بعد ما عملت الفيديو وخلصته. ده كيلو دقيق، كيس الدقيق كله الكيلو عملته. تمام كده. فهو كان مطلع كميه حلوه جدا، وهتشوفوه حالا من غير في الصواني. كده خلاص نخلت الدقيق بتاعي. وهبدا بعد كده احط معلقه ملح صغيره. دي اهم شيء. وبعد كده جهزت. مش هتحتاج لا زبده ولا سمنه ولا الكلام ده كله. عايز تحطي، انا حطيت معلقتين زيت على معلقتين سمنه صغيرين. عندك قطعه زبده حطيها مع عشان يدي طعم حلو. عايزه تعملي بالزيت بس حطي 3 أو 4 معالق زيت بس فقط. مش هنقول بقى كوبايه زيت وكوبايه سمنه، لا لا. ما بياخدش حاجه ومش مكلف. تمام كده. زي ما انتم شايفين كده يعني ربع كوبايه او ازيد من ربع شويه. زيت على سمنه، زيت على زبده زي ما انت حابه. انا بحب العجينه بتبقى مسكره فحطيت 4 معالق. كنت حاطه معلقتين في الخميره، حطيت 4 معالق. وجربيه كده مع مع الدقيق. هنا معاكي معلقه صغيره بس اهي الملح. تمام كده. وهنبدا بقى نقلب الدقيق مع مع الزيت والسمنه اللي حاطينه مع المعلقه اللي هي الملح. ومع ايه كمان هنحط بس معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر. تمام كده حبايبي. وهنا معلقه بحب الفانيليا عشان يبقى طعمه حلو كده. انا ما حطيتش بيض بس مش عايزه برضو بحبه بنكهه الفانيليا. مش عايزه تحطيها مش لازم. هقلب ده كله كده. الخميره بتاعتي كانت رفعت زي ما انتم شايفينها كده اهوت. هبدا بقى افضيها. وهبدا بقى اعجن كل الخليط بتاعي ده هوت السمنه مع الزيت مع الخميره. وبقى مش هنحط اي حاجه بس هو كده كفايه. لو احتاجنا حبه ميه اثناء العجين طبعا عشان الدقيق بيختلف عن بعضه. هحط يعني مش محتاجه خلاص مش هحط ميه تاني. الاول ابدا اعجن بالمقادير اللي عندي نص كوبايه ميه مع حبه الميه بتوعت الخميره اللي انا حطاهم. تمام كده. هنا هنحط معلقه خل كبيره. تمام كده حبايبي. عشان برضو بتدي بياض للعجينه. الدقيق بتاعي بيبقى ابيض وحلو، وفي نفس الوقت برضو بتديكي بتخلي الخميره ترفع تبقى حلوه. تمام تبقى هشه فيها هشام في العجينه. تمام كده حبايبي. هنبدا بقى نلم كل المقادير بتاعتنا دي مع بعضها. ونبدا بقى نسيب المعلقه اللي بقى المقادير ونبدا بقى نقلب بايدنا.
عشان نعرف نلم العجينه بتاعتنا كويس. تمام كده بقى هنا لبست الجوانتي كده اللي هو البلاستيك ده في ايدي، وبدات لقيت العجينه محتاجه حبه ميه، طبعا ميه دافيه. هبدا احط حبه بحبه، ما احطش كميه ميه كتيره مع بعضها عشان ممكن يبقى العجين بتاعي محتاج دقيق تاني، لا يبقى انا احط حبه بحبه، ولو احتجت احط تاني. لسه في دقيق في قلب الطبق اهو من تحت، يبقى احط برده معلقتين ميه صغيرين، او حبه في ايدي كده بس على القهوه زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى كده الم الدقيق بتاعي والم العجينه كلها كويس. محتاجه حبه ميه تانية هحط. تمام كده. هنا لا خلاص بقى لقيت متهيألي العجينه مش محتاجه ميه. هبدا بقى الم كل الجوانب بتاع الطبق بتاعي زي ما انتم شايفين. وبعد كده اهو كده بقى حطيت معلقتين ميه تاني، برضو لقيت العجينه لسه محتاجه ميه. خلاص كده مش محتاجه تاني مني ميه خلاص، وهتتلم بقى العجينه كده. العجينه بقت زي الفل في ايدي. قلعت الكيس بقى، لقيت الكيس مضايقني فروحت قلع الكيس من ايدي. تمام كده اهوت. وبدات بقى اظبط العجينه بتاعتي بقى كده، خليها حلوه لينه كده جميله. والم بدل لمه العجينه كل الحاجه اللي في الصحن بتاعك او في الطبق بتاعك، خلاص يبقى مش محتاجه حاجه تاني. هبدا بقى ادهن الطبق بتاعي بنقطه زيت. تمام كده. امسحها في قلب الطبق كله، وابدا بقى احط العجينه بتاعتي واخليها شويه 10 دقايق بس كده، واغطيها كويس. وابدا بقى اجهز صوانيه، اجهز الحاجه اللي هعمل، اولع الفرن بتاعي وابدا بقى اجهز ابدا اجهز الحاجه اللي هجهز فيها العيش الفينو بتاعي. تمام كده. اللي وصل هنا ما تنسوناش من اللايك واشتراك في القناه لحبايبنا الجداد، وتفعيل زر الجرس عشان كل حاجه حلوه بنعملها لكم ان شاء الله توصل لكم، وتوصل ويعم الفايده طبعا على كل اللي يشوف حاجتنا. تمام كده. كده الخميره بتاعتي او العجينه بتاعتي كانت خلاص رفعت بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفينها، اللهم بارك. هنبدا بقى نهبط بقى شويه العجين، نلمها بقى على بعضها كده ان شاء الله على الهواء اللي فيها، ونبدا بقى نشتغل في عمل العيش الفينو الجميل. تمام كده حبايبي. كده خلاص كنت بهبط العجين واطلع الهواء منه، وبعدين اجهز بقى الاطباق الصواني بتاعتي اللي انا هعمل فيها. تمام كده. اللهم بارك. العجينه طالعه حلوه جدا. بدات بقى هنا اجيب الطبق بتاعي بتاع العجين، وابدا بقى اقرصهم. وطبعا هي يعني اشد من الليمونه شويه، عايزه تكبريها، عايزه تعملي رغيف كبير كبريها. انا عملته رغيف متوسط. تمام كده زي ما انتم شايفين التقطيعه بتاعتي. تمام كده اهوت. بدات بقى اكور وارص، وبعد كده تغطيهم برضو عشان ما ينشفش العجين بتاعك. تمام زي ما انتم شايفين كده اهوت. كوري العجين وترصيه، وكله يبقى متساوي زي بعضه، الحجم كل واحد. تخلصي كل الكميه اللي عندك، وبعد كده تبداي بقى في فرد العجين بتاعك. بعد ما تخلصي وتكوريهم تبداي تغطيه عشان وشه ما ينشفش منك، وتدهني وشه بس ممكن ننط يعني مسحه زيت كده بالفرش. كده كنت عملت بقى الحبه اللي انا هعملهم بس اخلص، وبعد كده اعمل كميه تاني. فانا بدات اكور الكميه اهوت ونغطيها، ونبدا نجيب بقى المردانه، اي حاجه بتفردي بيها، وتبداي تعملي تفردي بقى الرغيف الفينو بتاعتك اهو. شفت الحجم بتاعه قد يعني يبقى كبير شويه عن حبه الليمون، اشد شويه كده. خلاص بقى غطيت باقي العجين، وحاطه بقى الريموت بتاعي بقى انا بشتغل بقى بعمل العجين واتفرج على التلفزيون بقى، حاطه جنبي. تمام. كده اهوت بدات افردها، وتخليها رقيقه ما تخليهاش مليانه، عشان لانك انت هتتف العجينه. تمام كده. عشان يديكي بقى الهشاشه بتاعت الرغيف الفينو كده، يبقى طعمه حلو قوي. قفلي اول حته كويس قوي. تمام كده زي ما انت شايفه. وبعد كده تبداي تلفي وتضغطي من الجنبين عشان ما يفتحش منك اهو زي ما انت شايفه كده. ايوه. وتقفلي كويس جدا عشان ما يفتحش. مره واتنين. وتبداي ترصيه بقى في السجان بتاعتك. تمام كده. هتجيب الصاج بتاعك او الصينيه، وتقفليه من تحت كويس جدا من الجنبين. الصاج بقى هتجيبيه وتمسحي، تعمليه بقى مسحه زيت خفيفه بس. تمام اهو جبته كده. وهبدا بقى ارص زي ما انتم شايفين. هجيب برضو واحد تاني واعمله معاكم. تمام كده.
هجيب وافر كده زي ما انتم شايفين، نفس النظام اللي عملته في الايه في الرغيف الاولاني هعمله برده. وما تخلوش الايه سمك الرغيف مليان، لا تخليه رقيق كده، سمك ايه ما يكملش نص سنتي. وتبداي تقفلي من الجناب كده، وتضغطي على الجنبين بتوع العيش برده عشان ما يفتحوش، وتلفيه كويس جدا عشان برده ما يفتحش منك اثناء الخبيز. وتحطي الايه اهو كده. عملت كده الكميه دولت، وبدات بقى اركنه. تمام، واركنه لحد ما يرفع. هعمل برده الصينيه التانيه بنفس الشكل. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، اوفر واحلى وطعم ونظافه. تمام كده. هنجيب بقى تاني اهوت، غطيته زي ما انتم شايفين بكيس اللي هو بتاع سندوتشات. وعملت برضو تاني اهوت. تمام كده. واسيبهم اهم شيء يرفعوا، ما تدخلهمش الفرن لما تلاقيه كده الرغيف بقى مليان وحلو كده وزاد الضعف. تمام. وبعد كده تبداي بقى تدخليه الفرن بتاعك. هنجيب بقى بعد كده ايه، عندك لبن وعندك بيضه، صفار بيضه. هتاخدي بس الايه صفار البيضه، وتسيبي البياض بقى تستعملي في اي حاجه تانية. تمام كده. وهنبدا بقى ندهن بيه وش العيش. مش عايزه تديني اعملي بس باللبن، مش عايزه تعمليه باللبن برده ما فيش لبن وما فيش بيض، بتجيبي ايه برده حبه ميه بس ايه بخفه كده على العيش، تمشيه بالفرشه. تمام كده. انا كان موجود عندي اللبن وعندي البيض، فبفضل الله الحمد لله. فبدات ايه اهوت زي ما انتم شايفين، ضربته كويس جدا وحطيت كيس فانيليا عليه، وبدات ايه اعمل مسحه لوش الايه العيش الفينو. تمسحي بقى كويس جدا. هتمسحي بقى الايه اللي تعملي بقى بالفرشه كل العيش اللي عندك. وبعد كده طبعا مولعه الفرن قبلها على 180، وبتحطيه طبعا على الايه الرف الاوسط. عايزه تولعي الشوايه بس يعني تتابعي مع الشوايه، بس بعد ما يستوي تحسي ان هو استوى من تحت. ما كانش يبقى خليه على الفرن العادي، بتولعيه من تحت على 180 ماشي كده. وبعد كده تبداي تتابعيه لحد ما وشه كده تبصي تلاقيه بوشه كده بقى ذهبي جميل. خلاص بعد كده بنخلص بقى ونطفي الفرن بتاعنا ونطلع العيش بتاعنا. وانا هوريلكم حالا برضو اثناء ما كنت بخبزه في الفرن. تمام. بتمشي بقى بالفرشه كده بالراحه عليه عشان ما تهبطيهوش. تمام زي ما انتم شايفينها كده، مسحه بس خفيفه. وتبداي تمشيها على على العيش الجميل ده. ان شاء الله تجربوا طريقه التوروكه، وان شاء الله تقولي لي رايكم في التعليقات باذن الله. اللهم بارك، ريحته جميله جدا، وكانت ماليه البيت بسم الله ما شاء الله. ريحته حلوه جدا. خبيز في البيت فعلا، البيت ما يستغناش عن خبيز على قرص على عيش. البيت بيبقى كله بركه بصراحه. بيبقى الواحد كده يعني، حتى الواحد بيبقى كسلان ايام الشتاء كمان بتنزلي تجيبي الحاجه، لا يبقى حاجتك عندك، بتجيبي دقيق وتعملي حاجتك في قلب البيت، وبتبقى بنظافه كده وحاجه كده بتحسي بتطلعي فيها الطاقه اللي عندك. تمام كده. خلصت عملت كل اهو، دهنته وشه بالبيض واللبن. وهبدا بقى انا مولعه الفرن من قبلها، هبدا بقى ادخله الفرن. وهوريلكم حالا بقى وهو في الفرن طالع شكله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حلو جدا في قلب الفرن، وما خدش مني وقت خالص. تمام كده. هدخلهم بقى الفرن واوريكم بقى وبيتخبز في الفرن شكله بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه دي؟ بسم الله اللهم بارك. بص شايفين طالع عامل ازاي من الفرن؟ الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. جميل جميل جميل. عايز تحطي بقى عليه سمسم، عايز تحطي حبه البركه زي ما انت عايزه، وانت بتدهنيه كده تروحي رشه بقى السمسم بتاعك. عايزه بقى كمان تديله قيمه غذائيه احلى، رشي حبه سمسم على وشه. عايزه تحطي حبه البركه زي ما انت حابه. وانت بتلفيه برضو، عايز تحشيه بجبنه لو انت عايزه تزودي كمان القيمه بتاعته. وانت بتلفي كده العيش الفينو قبل ما ندخله الفرن، بتروحي ممكن حشاه جبنه على حسب ما بالك بتحب. تمام كده. طالع الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده اهوت. وحطها على الرف الاوسط زي ما انتم شايفين. اللهم بارك، ريحته وطعمه خطير خطير. ان شاء الله تعملوه وتجربوه. وهوريكم حالا بقى بعد ما نطلعه ونرص في الطبق ونقدمه لكم. شكله روعه روعه روعه، وريحته جميله جدا، وبسم الله ما شاء الله. انا قلت من بعد كده مش هجيب عيش ابدا من بره فيه بقى، خلاص بقى ان شاء الله اعمله على طول عندي في البيت. تمام كده. دخلته كمان عشان ياخد كده بعد ما طلعته كمان اصفر. الله اكبر كده، بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الله. شايفين شكله عامل ازاي؟ اللون الذهبي الجميل. تمام. والطعم ما اقولكوش عليه. شايفين؟ وزي كده ما انتم شايفين يا حبايبي، هش
ومفرغ وطعمه جميل. وحطيت انا سكر طبعا فيه، فطعمه ايه، تبقى معسل كده مسكر في الاكل. وزي ما انتوا شايفينه لون ذهبي و... وطري كده وحلو جدا. والمهم عليكم بس اول ما يخرج من الفرن لازم تغطيه. ممكن لو عندك بخاخة ما بترشيه بخة وتغطيه عشان ما ينشفش منك. بعد ما تغطيه بعد كده بتسيبيه شوية 10 دقايق، تبص تلاقيه بقى زي ما هو طري وجميل جدا. يبرد شوية وتبدأ بعد كده بقى ايه تحطيه في الاكياس زي ما انتوا شايفين الشكل، بسم الله ما شاء الله عامل ازاي، مفرغ بالطريقه اللي انا وريتها لكم في العجن وكده. ان شاء الله تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم فيه. ما تنسوناش بقى تكتبوا لنا في التعليقات في الكومنتات ايه رايكم في العيش بتاعتي طاروكه. تمام كده. كده زي ما انتوا شايفين طلعناه بسهوله وحلو جدا في الصينيه، وتديني مسحه كده في الصينيه عشان ايه ما يلزقش فيها. تمام. عايز تحطي على وشه لبن حطي، عايز تحطي بقى صفار البيضه حطي، عايزه تعملي بس امسحيه بمسحه ميه هيبقى زي العسل معاكي زي ما انتوا شايفين، ولا اروع كمان من الافران. تمام كده. هبدا بقى ايه اطلع عيشي وارصه بقى على ايه في قلب طبق، او احطه في طبق التقديم بتاعي، وابدا بقى ايه اوريه لكم باللون الذهبي الجميل بتاعه دهوت. تمام. عماله اوريكم بقى بص الفراغ بتاعه زي مع اللفه بتاعته الجميله، والهشاشه بتاعته من جوه عامله ازاي. تمام كده. وبعد كده بقى بغطيه بفوطه زي ما انا قلت لكم واسيبه شويه لمده 10 دقايق. وابدا بقى ايه اشوف اعبيه في كيس تاني او احطه في التلاجة. بصراحه بقى بتهفتوا عليه وانا قاعده عمالين بقى هات رغيف هات رغيف. خلصوا شويه ايه، عيش فينو من العيش اللي انا خبزته. واعجبوا بيه جدا لو ما عمتيش تشترينا بقى من بره تاني. شايفينه عامل ازاي، شفت اللبابه بتاعت العيش من جوه عامله ازاي. وزي ما انتم شايفين جمال لونه الذهبي الحلو جدا. تمام كده. وطبعا ايه بطريقه البيت بتبقى طبعا انضف واحلى من الخبيث بره. وبتجيبيه صابح وتحطيه في تلاجتك وطلع منه وقت ما انت حابه. وادي العيش بتاعنا النهارده. يا رب يعجبكم طريقه التاروكه ان شاء الله. ما تنسوناش من اللايكات ايه ضعيفه جدا. اللي بيخش يكتب لي التعليق يا جماعه ما بيخشش يعمل ايه، ما بيخشش بقى يعمل لي اللايكات كده بزعل انا. ماشي. فانا عايزاكم بقى تكتروا من اللايكات كده، عايزين ان شاء الله تدعمونا ونوصل بيكم ان شاء الله يا حبايبي. وكده كان العيش بتاعنا النهارده. وما رحتش بقى الفرن جبت العيش الفينو ووقفنا بقى مش عارفه عبال ما نجيب، لا العيش عندنا الحمد لله في البيت. وقمت بقى ايه عملت لي كوبايه بقى شاي بحليب هوريها لكم حالا. فتحت بقى رغيف كده هفتحه قدامكم حالا. ورحت سالقه لي كام بيضه كده عايزه تعملي جبنه وعايز تعملي مربى. العيش جاهز عندك هتطلعي وتفتحي تعملي لاولادك وتعملي لنفسك وتفطري بقى اهل بيتك. وهنخش بقى نشوف عملنا ازاي. شايفين السندوتش كده، عملت لي سندوتش بيض كده يا وكنت مبسوطه قوي اللي انا عملت الحاجه دي بايدي كده وطلع حلوه الحمد لله بفضل الله طبعا. وعملت معاه كوبايه شاي بحليب.